السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بسلو أو الزميطة ديال رمضان إن شاء الله بحول الله. كيف ما كتلاحظوا هنايا معايا، أنا الأول وريتكم اللوز اللي كنفسخو في الماء، كنديرو في الماء سخون ونحيد له القشرة، نخليه حتى كينشف وعاد كنقليه في الزيت. ونفس الطريقه حتى هي كنديرها الكاوكاو، كيبقى الكاوكاو زوين، كيجي بحال اللوز، هذا واحد المذاق زوين. هنا غادي نبدا نطحن الكاوكاو وغنطحن اللوز، ماشي غنضيقو بزاف، غادي يبقى فيه دوك الطريفات كيجيو زوينين. كيف ما كتلاحظوا كيبقى متساوي، كيجي زوين. بالنسبة للمقادير غنعطيكم المقادير تقريبا اللي درت انا. عندي اللوز نكون درت كيلو ولا كيلو شويه. بالنسبه للكاوكاو كيلو. بالنسبه للجنجلان كيلو ونص. المهم حاولت انني نطحنو في داك الزنجان، اكيد كيكون غسلناه نقيناه وحمرناه، تحمر. كنحمرو انا في الكوكوط، كنديروش في الفران، كندير بالكميه بكميه وكنحمرو. ايوا قلت لكم بان ما صلح لياش نطحنو في ديك الطحانه، كيقولوا لها لاله الحادقه، ديك الطحانه. خدمت طحانه صغيره باش طحنتو، خصو يطحن شويه الجنجل باش كيعطي داك المذاق ديالو. كيف ما لاحظتوا هنايا ضفت 2 كيلو ديال الطحين اللي حمرته في الفران. غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالها. وضفت نص كيلو ديال السكر كلاصي. وضفت على ما اظن تقريبا 3 المعالق او 4 ديال النافع، وكذلك القرفه على حسب الذوق. انا بالنسبه للنافع والقرفه كنديرهم عيني ميزاني على حسب الذوق وصافي. خلطت مزيان دوك المقادير كامله، وغادي نرويه انا بزيت الزيتون، يعني غادي نصوب بزيت الزيتون. بالنسبه كي يقول لي زيت الزيتون غاليه دابا هاد الوقت وداكشي، غنقول لكم حتى الزبده راها غاليه، ولكن بالنسبه للصحه ديالنا زيت الزيتون افضل من اي زيت اخرى. والله يرزق كل واحد، هذا هو اللي نقول لكم. هنا ضفت شويه ديال الجنجلان هكا كحب باش كيبقى كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين، وحتى المذاق ملي كتكوني كتاكليه كيجي داك القرمشه ديال الجنجلان مع اللوز مع الكاوكاو كيجي زوين. ايوا ندلكو مزيان حتى كيتجانس كيف ما كتلاحظوا هنايا صافي. وغادي نعمرو في عليبات وبصحه وراحه. نتمنى ان يعجبكم السلو ديالي. وما بغيت نشارك معكم شنو كنوجد رمضان، هذا ما كان. وشكرا لكم، ربي يحفظكم ليا.